مساء الخيرات على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هو بعد العيد ما بتتفتش الفتة؟ لا، بتتفت الفتة وبتبقى الأكلة الجميلة اللي بيتجمع عليها كل العيلة. ابتديت معاكم المقدمة دي، طبعا اوعوا تنسوني في الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دلوقتي احنا هنعمل ايه مع بعض؟ انا لقيت عندي حتة لحمة حلوة كده كلها دهون، قلت اعمل عليها فتة. فمسكت مادة دهنية حطيتها، وحطيت فيها اللحمة وعطيتها كده تلسيعة. عطيتها كده لون من جميع الجوانب. بس يعني انصحك ان انتي ما تعمليش في حله، اعملي في طاسه تكون غير لاصقه او حله غير لاصقه. المهم ما علينا، الحمد لله احنا قضينا المهمه بنجاح، واللحمه خدت اللون الجميل اللي احنا عايزينه، وهننزل عليها بالميه السخنه. محدش يقولي ان الفتة ما تتعملش في الصيف. الفتة دي بتبقى اكلة جميلة قوي، بالاخص لو جمعنا عليها كلنا كده يوم جمعة. وفي نفس الوقت هي اكلة منقذة، يعني لو عندك كده ولادك كده كلكم اتجمعتوا في يوم كده، وطبعا احنا في صيف لا في دروس ولا في سناتر، فانتوا تتجمعوا كده مع بعض، تعملي لهم صينية فتة حلوة مع صينية رقاق. وما تسألينيش ازاي، لان انا والدتي كانت بتعملها لنا كده. نزلت دلوقتي بفلفل اسمر، ونزلت بجزر، ونزلت ببصلايه وطماطمايه وجزرايه. والجزر ده انا كنت مخزناه، يعني انا قبل كده خزنت معاكم تخزينات، وكان الجزر من ضمن الحاجات اللي احنا خزناها. بصراحه بينفع قوي، لان في الصيف بيبقى الجزر قليل، لان يعني هو في الشتاء من الخضار اللي موجود في الشتاء اكتر. دلوقتي هنعمل مع بعض الرز. الرز طبعا كلنا عارفينه، بس اقول لك على حاجه، رز الفته بيختلف. يعني يا ريت كل حاجه في الفته تبهريها. هي الفته مش حاجه ان انا اعمل لك فيها فيديو، قد ما هي فيها تريكات بتخلي الفته ليها طعم تاني. يعني انا افتكر مثلا جدتي رحمه الله عليها كانت بتعمل فته بالعيش الاسمر، كانت بتبقى حلوة في وقتها. بس احنا دلوقتي بعد التحديثات اللي نزلت على الاكلات واحنا بقينا نعملها، بقينا بنبهر العيش، بنبهر الرز، فتحسي الفتة كلها بتبقى حاجة طعمها كده حاجة طعمة. دلوقتي انا حطيت الرز في مادة دهنية وشوحته عادي، ونزلت عليه بالملح. لو انت عندك حبهان باودر حطي فيه، هيبقى حلو قوي. تمام. وهتنزلي بالمية السخنة. انا افتكر جدتي رحمه الله عليها كانت من ضمن الحاجات اللي كانت تعملها في الفته ان هي كانت تحط على وشها لحمه مفرومه كمان، بس كانت بتبقى تقيله قوي. بس دي كانت بتبقى حلوه في الاعياد بقى مع ولاد عمامك ولاد عماتك، وكلكم متجمعين، كان بيبقى ليها طعم حلو قوي. خلاص احنا كده حطينا عادي الميه بتاعتنا اللي هي ميه الرز. يعني انت لو كوبايتين رز هتاخد منه كوبايتين ونص ميه، وحسب الرز اللي انتي بتستعمليه. المهم انتوا وحشتوني جدا، انا اختفيت عنكم، لكن دلوقتي انا هرجع لكم تاني. خلي بالكم الفيديو ده اعداد واخراج اصغر واحده في ولادي، عندها 8 سنين، فيا ريت تدعموني علشان هي تفرح وترضى تصورني تاني. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الخل والثوم. بصوا، انا في عندي ابني ما بيحبش، بيحب اكتر الخل والثوم اللي مع الطماطم، وعندي حد تاني ما بيحبهاش، فانا رضيت جميع الاطراف. انا نزلت بمعلقه توم كبيره، خليتها كده في ماده دهنيه، خدت لون كده الروز الفاتح، وبحب اشوح البهارات. نزلت بكزبره، ونزلت بفلفل اسمر، ونزلت بنص كوبايه خل. تمام. وهنزل برضو مع الخل بربع كوبايه ميه. لو انت عايزاه خل ساده عادي براحتك، مفيهاش ادنى مشكله. طبعا الحاجه التانية بقى اللي هي التخديعه، معرفش انتوا عندكم انتوا بتسموها ايه. انا نزلت هنا بربع كوبايه ميه زي ما قلت لكم. نرجع، ما تنسينيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتبعتي الفيديو ده كده تشيريه كده لحبايبك واخواتك، علشان تشتركوا عندي وتنوروني، ويعني تكونوا اخوات ليا والقناه تزيد بيكم. دلوقتي هنعمل التخديعه اللي هي برضو نفس اللي احنا عملناه، مادة دهنية، توم، البهارات. انا عن نفسي بحب الكزبرة بس والفلفل الاسمر. فكرة الكمون دي زي ما انا قلت لكم قبل كده دي للاسماك، في ناس من ضمن اكلاتها بتحب تحط الكمون، انا لا. حطيت عادي نص كوباية خل، وهننزل بقى بالطماطم. الطماطم دي نفس التكنيك اللي احنا كنا مسبكينها فيه مع بعض انا بعملها. وكل كمية الطماطم ما تخلص من عندي انا بجيب كمية كبيرة، مثلا حوالي مثلا 10 كيلو، وبغسلهم غسلة كويسة، وبعملهم بنفس الطريقة اللي احنا قلناها. بالنسبة للتغذية، الحاجة الوحيدة المختلفة ان انا حطيت لها مرقة بودر.
هتدينا طعم حلو قوي. بصوا بقى العيش ده بقى، ده هو بقى اللي احلى تركايه. انا مسكت العيش قصقصته، وهو عيش عادي، عيش بلدي على فكره، بس في افران بيبقى عندها العيش الرقيق، ده من العيش الرقيق. حطيت هنا عليه ايه، توم باودر وبصل باودر. انا من طبيعتي وولادي لما بنحب نعمل فته بتبقى فيها الرز اكتر من العيش. نزلت على العيش بماده دهنيه، زيت وزبده، وطبعا بهرته زي ما انا قلت لكم بالبصل باودر والثوم الباودر. والله العظيم كان طعمه زي الشيبسي. تمام. انتي حتى لو عملتيه كده مع جبنه فلاحي بس كبرتي اللقم بتاعته شويه، هيبقى حاجه حلوه كده، تغميزه حلوه كده وانتوا قاعدين مع بعض مع الاكل كده، مع جبنه وبطيخ. بديكي افكار بس انتي اشطر مني يعني. بصوا حتى انا بمسك لكم العيش بقول لكم ان هو ليه صوت القرمشه. طبعا احنا كده بالنسبه لنا احنا كده خلاص. هنحط بقى على العيش، هنسقيه بشويه خل وثوم من اللي هو من غير طماطم. انا قلت لكم ان في حد عندي ما بيحبش صلصه الطماطم مع الحاجه، بيحب ياكلها كده فردانيه لوحده. بصوا الحاجات اللي معموله دي بنتي عملتها في الاجازه من الصلصال الفوم، وصممت ان انا احطها لكم عشان تقولوا رايكم فيها ايه. دلوقتي حطينا حبة شوربة صغيرين. بلاش فكرة الناس زمان كانت تيتا تحط على العيش شوربة كتير، كنت بحسها فتة القطة. انتي حطي شوربة قليلة مع الخل والثوم، هتحسي وانتي بتاكلي العيش هيبقى ما هو طري ولا هو ناشف، هتحسيه في طعم القرمشة. ونزلنا بالرز بتاعنا العادي. بالنسبة للحمة يا جماعة، وزقيت برضو الرز حبة شوربة مش كتير، تبقى فتة مش حاجة فيها مية كتير. بالنسبة للحمة في ناس بتحب تحط عليها تاخدها تاني تشويحة تاني. انا لا، الفتة يعني لحمة مسلوقة، فانا اكتفيت بسلق اللحمة بعد تشويحها كده، بيكون طعمها احلى. لكن انتي لو عايزة تجددي وتحمريها لوحدها ما فيهاش ادنى مشكلة. انا هنا عملت خطأ كبير جدا، انا نسيت وحطيت من فوق الصوص الاحمر، ونسيت ان انا كان المفروض يبقى فرداني عشان ابني. بس مش مشكله، عطى شكل جميل. اتمنى ان انتي تجربي الفته بتاعتي وتقولي لي رايك فيها ايه. وحاجه حلوه كمان، لو انتي رايحه تصيفي واتزنقتي هناك وانتي في المصيف، هتعملي صينيه فته حلوه ان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واديني اهو حطيت لكم اللحمه.